السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي هبة من الألف للياء. النهاردة إن شاء الله عاملين وصفة خفيفة وسريعة وجميلة جدا لعشاق البسبوسة واللي ما بتطلعش معاهم مظبوط. إن شاء الله فيديو النهاردة هتطلع معاكي مظبوطة جدا جدا ومفيهاش أي خطأ. وصفتنا النهاردة البسبوسة باللبن الساخن، حاجة كده جديدة وخطيرة. إن شاء الله لو كنت مبتدئة في المطبخ هتطلع معاكي ناجحة من أول مرة. يلا نسمي الله ونشوف وصفتنا النهاردة. أول حاجة هجيب بول كوبايتين من دقيق البسبوسة، دي الكوباية المعيارية، أو ممكن تعايري بكوباية الموجودة المج اللي موجود في كل بيت. حطيت كوبايتين من دقيق البسبوسة، كوباية سكر، كوباية جوز هند، وكوباية زبادي، وحطيت كمان كوباية من الزيت، زيت يكون طعمه حلو ما يكونش ليه ريحة. تمام كده. وانا هسيبلك طبعا كل المقادير في صندوق الوصف. وحطيت كوباية من اللبن السخن، لبن كده سخنته على النار وحطيته على طول وهو سخن، ما تقلقيش مش هيبوظها ولا اي حاجة. وحطيت 3 معالق من اللبن باودر، وحطيت كيس بيكنج باودر، وحطيت كيس فانيليا، وهقلب كل السوائل مع بعض. مفيش اسهل من كده. شفتوا اسهل من كده وصفة؟ يلا صينية كده كان عندي الشكل المربع ده، دهنتها كده بدهنة زيت او ممكن دهنة سمنة او زبدة اللي عندك، ونزلت الخليط بتاع البسبوسة بتاعي وفردته بالشكل ده. انا حبيت اعملها في صينية مربعة كده وتكون اكبر من المدورة عشان خاطر عايزة اقطعها مكعبات زي ما شفتوها في اول الفيديو. هسويها كده واديها خبطتين. طبعا انا مشغلة الفرن قبل، انا مشغلة فيها، حطيت الشبكة في الرف الوسطاني وعلى طول كده ادخلها على فرن سخن. بتاخد يعني من نص ساعة او اقل على حسب سخونة الفرن معاكي لحد ما تستوي معايا. انا هعمل السيرم بتاعنا او الشربات. حطيت كوبايتين من السكر وعليهم كوبايتين ونص من المية، وكمان عليهم عصرة من الليمونة. يلا كده وعلى نار هادية، وهسيبهم لمدة 10 دقايق على النار. مش هقلب السكر ولا أي حاجة، هو كده هيبقى معايا مظبوط. والبسبوسة طلعت معايا من الفرن والشربات سخن والبسبوسة سخنة. ويلا على طول كده اسقيها بالشربات بتاعنا. طول ما اتشربت البسبوسة يبقى كده البسبوسة ناجحة معاكي. وتزينيها بقى زي ما تحبي، طبعا عشان عاملينها بجوز هند زينتها بجوز هند وعليها اي نوع مكسرات بتحبيه. انا حطيت فول سوداني مفروم، قطعتها وغطيتها كمان ودخلتها الفرن تاني هي ومطفية. بتبقى معاكي طرية جدا. وتقطعيها مكعبات زي ما تحبي، تعمليها مثلثات. لو عندك اطفال قطعيها مكعبات صغيرة بالشكل ده بحيث كل واحد ياخد القطعة بتاعته. حاجة كده مرملة. اتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله وتقولوا لي رأيكم ايه فيها. وبكده بسبوستنا تكون خلصت. اتمنى يا رب تجربوها وتعجبكم. اشوفكم على خير.